السلام عليكم خواتي، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ الصحه لاباس؟ مزيانين؟ كل شيء مزيان الحمد لله والشكر لله، تبارك الله ما شاء الله علينا وعلى الأمة سيدنا محمد. اللهم بارك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. تبارك الله ما شاء الله. وحل وصفة إن شاء الله غنزلوها لكم بإذن الله ديال الكتيرة. راها مزيانه بزاف، كتنفخ الخدود، كتزول التجاعيد، كتسبك، كتبيض في نفس الوقت كترطب، ترطب اليدين وتعمر من هنا ومن هنا، ما تخليش يديك الخوا بين العظام والعظام، كيكون يظهر العظام هذا كيكون يظهر كبير. ها حنا كنعدلو. راها مزيانه بزاف والله، الا كترطب وفنه وغزاله تبارك الله. تمنيت خواتي ان شاء الله باذن الله السميع العلي. ها هي ها هي، غير شبروها ودهنوها ان شاء الله وما يكون غير الخير. ها هي غزاله تبارك الله. هاي ما تبخلوش عليها وعدلوها ان شاء الله. والله الا فنه رطبه وكترطب الوجه وكتسبك، ما كتخافوش زعما تادي مزيانه. هاد اللي هو هاد الشرقون وهاد اللي جلد الميات وديك الشيء راها مزيانه له كترطب. ايوا خوتي ان شاء الله يا ربي. ها هي نقوزو المقادير، نشوفوا الوصفه كيفاش معدله ان شاء الله، وتابعونا وما يكون غير الخير ان شاء الله. بسم الله. نبداو في تحضير الكريم. اول مكون عندنا هما هذا الكتيره، كتباع عند العشابه. غتقولوا الكتيره هي كتكون بحال الصمغ، بحال العلك، هي كتكون الشجر الكتيره. كنشبرو طرف، ولكن ماشي قدها دايره هذه تبارك الله دامن لك غير شي طريف. هي كاينه اللون ديالها ابيض، كاينه ابيض، كاينه كتجي مخلطه. انا عملت قد هذا وزيت شويه. شوف تبارك الله شحال عطاني. كتعملها في كاس د الماء، كتخليها 24 ساعه ضروري. خصها قد باش تطلق كامله باش تذوب. ها هي غير طريه في صغير وكاس د الماء. شوف شحال عطاتني. اما اذا عملتو هذه غاد عمركم شي قرعه ديال طرود عامره لكم. نقول لكم فوائد الكتيره. كتحتوي على مضادات للشيخوخه، كتاخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقه، كتعمل على تسمين الوجه، كتقلل البقع والكلف، كتعالج حب الشباب، كتعطينا النضاره وكتفتح اللون، ومفيده حتى للبقع للتقدم في السن. ديك البقع اللي كيكون بنيه اللي كيخرجوا اما في الوجه واما في اليدين، راه هي صالحه لهم. وهذه كتصلح حتى لاي بلاصه بغيتي التسمين الموضعي، كتصلح له الكتيره، ماشي ضروري غير للوجه. المكون الثاني عندنا هو زيت الصوجا. انا هذا كنعصروه حنايا، يعني الصوجا خاصها تعصر باش تطلق لها الزيت. زيت الصوجا كيحتوي على تركيز عالي من فيتامين او وفيتامين ك، وكيحتوي على حمض اللينوليك والاسوفلافون والعديد من مضادات الاكسده اللي كتمنع عنا شيخوخه الجلد، خاصه عند النساء بعد سن الياس، يعني اللي كتنقطع لهم الدوره الشهريه. يعني هو كيقلل ديك التجاعيد اللي كيخرجوا مورا هكذاك. كيمنع من فقدان الكولاجين والالاستين في البشره، وبالتالي كيحافظنا على بقاء البشره ناعمه ورطبه وخاليه من التجاعيد والتصبغات. وكيحتوي على مواد كتشبه الهرمونات الانثويه، وبالتالي فهاد الزيت كيعمل على زياده الهرمون الاستروجين. بسم الله نبداو في التحضير. كثيره ما شاء الله. ها هي شحال عطاتني، معلقه كبيره، انا من 2 معالق. اذا جبرتو بحال هادو كيكون ديك بحال العواد نحيدوهم، لان ملي كتكون باقا هيدا ما يمكنش. هي فيها نشوف هذه، ها هي فيها كيكون ديك الخشب وهاد العواد ديالها. هيدا مقصحه ما تقدرش تزولها لها. معلقه زيت الصوجا، معلقه كبيره،
ما عندها شي زيت الصوجه نعمل لها زيت الحلبه حتى هو مزيان، حتى هو كيعملنا على نفخ الخدود وكيصفي البشره. اللي ما عندها شي مشكل مع ريحه الحلبه تعمل زيت الحلبه. كاين بعض الناس ما كيبغيوش الحلبه على حساب الريحه، وكاين الناس اللي ما عندهم عادي زعما واخا ما عندهمش مشكله مع الريحه. دابا هيدا غنطحنا. بسم الله. انا غنوقف باش ما يجيكم شي صداع. هنا طحنتها، هي كاش كترجع بحال شكل الكريم. هي غير شويه كتعطي كميه كبيره. ها كترجع بحال شكل الكريم، ما كتبقاش كيف ما كانت في الاول ملي كتخلط مع الزيت وكتطحن. هي دابا صافي هي واجده. نعملوها في هذه. ها هي نحتفظوا بها في الثلاجه اسبوع ل 15 يوم، ما كتضيعش. ندهنوها في اليدين اولا في الوجه. بسم الله. هي دغيا كتدخل في الجلد، ما كتبقاش باينه. ها هي غنخليها في الوجه ديالنا من نص ساعه ونغسلوه مع المداومه ان شاء الله غتعطي النتيجه. غيتنفخوا الخدود والتجاعيد ما يبقاوش. نعملوها حتى في اليدين باش اللي بغات تنفخ اليدين، وبغيتو حتى في الارض في الصدر. يعني هي طبيعيه ما تخافوش منها. عملوها في اي موطع بغيتو تزيدوا فيه تزيدوا في الوزن ولا تسمنوه. كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش تعملوا لايك، واللي دخل القناه اول مره يفعل زر الجرس باش يبقى يوصلوا اي جديد ان شاء الله. ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. بسلامه.